امتى ممكن ترفض عميل؟ وهل ده حصل معاك فعلا؟ بص، قبل ما اقول لك رفضت عميل او لا، هو الاهم وطبعا دي نصيحه للمهندسين اكتر اللي شغالين لسه في مجال التشطيبات ولسه بادئين. نصيحه مهمه جدا: في فرق بين العميل اللي عايز يطمن والعميل اللي جواه دايما الشك وكده كده ما بيروحش. مهما كنت انت امين معاه ومهما كنت كويس معاه ومهما تاكد ان انت فعلا انت المهندس اللي هو عايزه، سواء كامانه او كصدق او كخبره ككل حاجه، برضه بيفضل جواه الشك. في فرق بين الاثنين وفرق كبير جدا. العميل اللي عايز يطمن هو ما يعرفكش، هو شاف لك كام فيديو وحاسس ان هو مستريح لك وما يعرفش انت كويس ولا لا. طمنه وعرفه كل تفصيله، كل الخامات وكل الفواتير، اكد عليه ان هو هياخدها. ولو هو عايز ينزل يجيب الخامات بنفسه يتفضل. وطبعا الافضل انك تشتغل بالدولاب بتاعك، بس في الحاله دي زي ما قلنا لازم تكون واضح، لازم يبقى عارف كل بند هيكلفه كام كمصنعيات، لازم يبقى فاهم كل تفصيله، لازم على الاقل خالص عشان تطمنه هيديك وليكن مبلغ بسيط ويشوفك هتعمل بيه ايه، خلاص، ويعرف طريقه ادارتك للفلوس عامله ازاي. وهل انت بتاخد اشراف في الاول ولا البند بيخلص الاول وبتستلمه وبعد كده بتاخد اشرافه؟ كل الحاجات دي بتخليه يطمن. انما العميل الشكاك فعلا ده اللي انا رفضته قبل كده. وعلى فكره مش شرط انك تعرفه قبل التنفيذ، للاسف ممكن تكون بدات معاه وبعد كده يبان شكه. لكن صدقني العميل الشكاك اللي بيكون بطبيعته كده كده بيخونك مهما كنت كويس معاه، للاسف ده هيكون مصدر ازعاج كبير جدا. وللاسف الشديد يعني عمرك ما هتكون مرتاح معاه ابدا. فنصيحه، مش هقول لك ارفضه لكن اعتذر منه. صدقني انت ممكن ما تعرفش تتعامل معاه، بس في غيرك هيعرف يتعامل معاه.